السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح العسل أو مساء الجمال على كل متابعيني والناس اللي بتدعمني بكلامها الحلو، وحتى الناس اللي بتدعمني بكلام غير حلو. أحلى مسا عليكم عشان محدش واخد منها حاجة والله العظيم. الكلام اللي أنا عايز أقوله النهاردة بره الصندوق خالص، بره مجال الرياضة، بره الهي والحركات والفيري نايس اكسرسايز. كلام هقوله حضرتك عايز تقول عليا مجنون، عايز تقول عليا ميدو الدروش، عايز تقول عليا بقى قول اللي انت تقوله. كاد اكون مخطئ في كلامي، بس اللي انا طالبه منك شوية كده وركز معايا في الكلام بعد اذنك. عايزك تجاهل السوشيال ميديا شوية، او مش شوية، حاول تتجاهلها على طول. صدقني، او بمعنى اصح تجاهل كوكب النت. كل واحد دلوقتي في ايديه موبايل، في ايديه العالم كله، ما نختلفش بكده. كل واحد في ايديه موبايل معاه العالم كله، بمعنى صح كل واحد في ايده الكوكب بتاعه. صح؟ ده خلانا يا جماعة عايشين في كوكب اسمه كوكب النت. ايوه اسمه كوكب النت. كوكب من صنع الانسان، كوكب مليان زلازل وبراكين، مليان غش وخداع، مليان تفاهة، مليان قلة أدب. سايبينه، سوري، ماسكين فيه وسايبين خالص كوكب الواقع اللي هو كوكب الأرض الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. البعد عن السوشيال ميديا دلوقتي صدقني، أو نقوله أبسطها لك، طول ما انت مركز مع السوشيال ميديا، افتكر يعني ركز كده في كلامي، طول ما انت دلوقتي مع السوشيال ميديا ما هينوبك غير الاكتئاب والحقد والخداع، لان هو اصلا كوكب النت ملوش قيم ولا مبادئ ولا ضابط ولا رابط. ايوه، لا قيم ولا مبادئ ولا ضابط ولا رابط. فكوكب النت بمشاكله بزلازله ببراكينه بالكائنات الفضائية بتاعته باللحمة والفراخ، انت مش هتغير حاجة منه غير اللي انت ما هينوبك غير الاكتئاب، هينوبك حقد، هينوبك خداع. هتكتشف ان في حاجات كتيرة احنا مخدوعين فيها وكنا عايشين فيها للأسف. ابعد عنه وخش كوكب الواقع، كوكب الأرض. سيب كوكب الإنسان، سيب كوكب اللي صنعه الإنسان، وخليك في الكوكب اللي خلقه الرحمن. على الأقل هتقدر تغير كوكب الواقع، هتقدر تغير أقل ما فيها، هتغير من نفسك وهتقرب شوية من ربك. هتقول عليا مجنون، هتقول عليا اتدروشت، هتقولي طب ما انت خسران، احنا ما نتفرجش عليك. كده احنا مش هنتفرج عليك، ولا عايزك تتفرج عليا ولا عايزك تتفرج على غيري. هتتفرج على ايه؟ السوشيال ميديا كلها تفاهة، وللأسف للأسف احنا بنشجع التفاهة دي من غير ما تحس. شفت حاجة ضحكتك من حاجة تافهة، واحد عمل اي حركة هبلة، هوب شير لصاحبك ده، الدنيا باظت، التفاهة كترت. شفت واحد عمل فيديو قلة أدب، تفاعلت معاه، رحت ردد عليه بقلة أدب، قلة الأدب زادت. شفت حالة ميؤوس منها وانت بإيدك بتحب الخير للناس، مش قادر تعمل معاها حاجة، نبك ايه؟ اكتئاب. كنت الأول بتحب الخير للناس، لقيت واحد تافه عامل حاجة تافهة، ضرب بقى فوق بالسما وبقى غني. بدل ما كنت بتحب الخير للناس بقيت حقود وبتحقد عليه عشان انت قاعد بتتفرج. يبقى الصح انك بلاش تتفرج، بلاش تتابع خالص الكوكب ده، ابعد خالص عن كوكب النت، نصيحة مني. احنا من امتى يا جماعة؟ من امتى؟ من امتى الناس دلوقتي بتخاف تنام من كتر اللي بنسمع زلازل وبراكين؟ الناس بتخاف تنام من امتى؟ يا عم لا اله الا الله، لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. احنا اهل كتاب يا جماعه، في ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ زلازل يا عم من امتى؟ طول عمرها الزلازل والبراكين بتحصل، ايه يعني اللي جد في كده؟ دي من رحمه ربنا علينا، الواحد ما بيعرفش قدره فين. دي من رحمه ربنا علينا يا جماعه، ما نعرفش قدرنا فين.
ليه احنا بقى نتوقع القدر؟ القدر زلزال بكره، زلزال بعده، الناس مش عارفه تنام. ايه يا جدعان القرف اللي احنا فيه ده؟ ابعدوا يا جماعه عن الكوكب ده. نصيحه مني، نصيحه لوجه الله، ابعدوا عن كوكب النت. كوكب ملوش اي داعي، ملوش لازمه اصلا. نعيش الواقع شويه يا جماعه، ونغير من نفسنا شويه يا جماعه، ونقرب من ربنا شويه يا جماعه. ربنا هيكرمنا وهيخلينا فعلا عايشين بما يرضي الله. لكن التفاهه اللي احنا فيها واللي احنا فيه ده كله ايه ده؟ خزعبلات. كوكب من الاخر مبني على ايه؟ مبني على الشهره والماده. اعمل اي حاجه المهم اكسب مشاهدات، اعمل اي حاجه المهم اكسب فلوس. اعراض ناس مش اعراض ناس، نشتم بعض ونهزق بعضينا، نخش تحديات. ايه يا جدعان ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده؟ نصيحة مني، انا قلت اللي عندي والله العظيم، دي محبة بس والله العظيم. يعني انا في حاجة، المشكلة انا كان الموضوع ده في بالي من زمان، بس مش عارف ابتدي ازاي، مش عارف، مش لاقي له دخلة، مش لاقي له دخلة. اللي عايز يفهمني يفهمني، مش عايز يفهمني كده اكون مخطئ. لو شايفني ان انا مخطئ ابعت لي قول لي يا عم انت غلطان. لا لا لا، انت في دنيا تانية يا عم، ايه اللي انت فيه ده يا عم؟ احنا زي الفل. المشكلة كمان مش فيا انا لو عليا انا راجل عندي 40 سنة، واخد بالك؟ عندي 40 سنة. يعني ايه عندي 40 سنة؟ يعني نص عمري ما كانش فيه سوشيال ميديا، والنص التاني ال 20 التاني كنت بعيد عن السوشيال ميديا بتاتا. ووقت ما دخلت اخر سنة في ال 40 سنة اللي هي 39 السنة ال 40، دخلت في السوشيال ميديا سنة واحدة، طبقت الواقع فيها. اللي انا عشته في الواقع في مهنتي في شغلتي طبقتها في السوشيال ميديا في سنة، عملت ضجة وترند وبتاع. وفي الاخر وبعدين ايه ده؟ ايه الكوكب ده؟ قلت لا يا عم، اعيش، ارجع تاني الواقع، اعيش الواقع بتاعي. بس برضه افيد الناس، افيد الناس. انا ما بقولكش ما تخشش السوشيال ميديا تجاهلها خالص، خش للمعرفه. بس هات لي معرفه كده في السوشيال ميديا، هات لي في حاجه تفيدك في السوشيال ميديا دلوقتي. عايز تخش السوشيال ميديا خش، عايز تتصفح تصفح في المعرفه، في الحاجه اللي تخصك انت. انا عايز اسال على حاجه، ادخل خش اسال عليها اعرفها. عايز اعرف سعر حاجه، خش واعرفها. عايز تطور من مجالك فبتخش على حاجه، خش اعرفها، مفيش مشكله. خد الجنب الضئيل اللي هو بقى المعرفه، اللي كان الاول كبير قوي. النت ده كان معروف النت للمعرفه، النت بقى دلوقتي للتفاهه والخداع والغش والحقد لا 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 لا. عايز تفهم كلامي افهم، مش عايز تفهم براحتك. وربنا يستر في الجيل اللي جاي، الجيل اللي نشأ على كده، على السوشيال ميديا ده بجد، اللي ربنا يحفظه. وربنا يصلح حالنا جميعا. احلى مسا عليكم. السلام عليكم. وفيري نايس اكسرسايز برضه.